السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة نارية جديدة. اليوم غادي نعيشوا واحد السيناريو خيالي ممكن، لكن فاش غادي تسمعوا التفاصيل غادي تقولوا واش بصح ما وقعش هادشي. تخيل معايا، العرب ما بقاوش غير في الأندلس، لا، مشاو بعيد، وصلوا لباريس، بروكسل، برلين، حتى لندن. All of Europe under our flag. أوروبا كاملة تحت راية واحدة، راية الإسلام. كيفاش بدات القصة؟ في سنة 711 ميلادية طارق بن زياد دخل الأندلس، ومعها بدأ عهد جديد، بدأ النور في بلاد كانت غارقة في الظلام. العرب جابوا معهم العلم، الفلسفة، الطب والفلك. من قرطبة بدأ نور الحضارة كيضوي أوروبا كاملة. ولكن شنو إلى العرب ما توقفوش؟ شنو إلى ما طاحوش في الفتن؟ شنو إلى كملوا المسير حتى عاصمة الفرنجة؟ العالم كيفاش كان يولي؟ باريس المآذن كترتفع مع أصوات الأذان، المقاهي كتقدم الشاي بالنعناع والكسكس، اللغة الرسمية العربية، والدينار الذهبي هو العملة الموحدة. لندن ماشي بيج بان، بل المنارة الكبرى كتعلن عن وقت الصلاة. جامعتها تابعة لجامعة قرطبة العظمى. ألمانيا فيها الصناعات، لكن التكنولوجيا مصدرها بغداد. ابن الهيثم هو نيوتن ديالهم، وابن سينا هو أينشتاين ديال العصر. الفن، الموناليزا ممكن تكون بالحجاب ووراءها حدائق أندلسية. سيمفونيات نايعود مقامات أندلسية. ولكن علاش ما كملوش؟ بكل بساطة، أولاً الخلاف بين الزعامات، ثانياً الطمع ديال بعض القادة، وثالثاً الدعم اللي خداه الممالك الأوروبية من الكنيسة. هاد الشيء خلى الحلم يتكسر وخلى أوروبا ترجع السيطرة. لكن رغم هاد الشيء التاريخ كيقول لنا العرب كانوا في حافة السيطرة على العالم وممكن يرجعوا. سؤال الجمهور، شنو الدولة اللي كنت بغيت تشوفها اليوم عربية؟ تخيل معايا، جمهورية فرنسا الإسلامية، أو مملكة إنجلترا الشامية، أو ولايات ألمانيا المتحدة الأندلسية؟ اكتب لي رأيك في الكومنتار وخلي اللايك يخدم امبلاز، وما تنساوش تشتركوا حيت الحلقة الجاية غادي تكون نارية بزاف.